ماجد نجم الملعب، نجم رائد، نجم حساس ومهذب، يعرف أن اللعب مهارة، فن تمرير متبادل، يصنع أهدافا وإثارة بالتدريب المتواصل. والإخلاص مع الأخلاق تجعله النجم المحبوب، تفتح للفوز الآفاق، تأتي بالأمل المطلوب، يعرف من أخطاء الغير كيف يكون اللعب الأفضل، يعرف أيضا أن الصبر يصنع نجم الكرة الأول. يلعب في حرص وتفان، يرقى ويمرر ويسدد، نجم متأنٍ متعاون، نجم خلاق متجدد. ماجد كتفي. ماجد، هل أنت بخير؟ أنا بخير. ماجد حماني. ماذا؟ حالة إسعاف. ماجد كابتن المجد سيغادر الملعب متكئا على رفيقه. قد تصبح كرة القدم لعبة خطيرة في بعض الأحيان. لا يمكننا أن نوقف المباراة كي نسعف ماجد ويستأنف اللعب في الحال. لقد أصيب ماجد وهو يحاول أن يحمي منير، ولكننا لن نغير خطتنا، فلا علاقة للعب بذلك. أعرف ذلك. سنجرب ضربة إعصار المحيط. لدى المجد خطة يائسة. سيحاول كمال وحسام أن يعرقلا ضربة الإعصار البهلوانية ويمنعا الأخوين شوقي من تسجيل هدف آخر يحقق التعادل لكلا الفريقين. يا للمتعة، حاول الآن. أوقف ماجد ضربة إعصار المحيط مرة، ولكننا سنضربها مرة ثانية حتى وإن كان ماجد موجودا. رضا حسنا. هذه المرة منير تحت أنور وسيبدأان بضربة الإعصار. الآن حسام كمال اقفزا على ما تستطيع أن يقع في الضربة. حسنا. خذها. ماذا؟ الآن منير على الأرض. يمكن توجيه ضربة الإعصار في كل الاتجاهات. لا تدفعني عاليا هذه المرة. يقفز أنور بارتفاع منخفض هذه المرة. تبا إنها منخفضة. فات الأوان. يدرك. وهدف. لقد نجحا في تسجيل هدف للحنان بعد 10 دقائق من بداية الشوط. لقد تعادلا مع المجد. بإمكاننا الفوز الآن، وبهذه الطاقة سنهزم فريق المجد. لا، يمكنهم توجيه ضربتهم البهلوانية في كل الاتجاهات. لا أستطيع. ماجد. انتظري. أستاذ. إنه تحت المعالجة وليس في استطاعتنا فعل أي شيء. ماجد. ماجد. أيها المدرب، أنا بخير. لابد أنك سمعت الأنين يا سيد قتيبة. إنها معالجة خشنة، ولكن لا تقلق. دكتور، هل سيتمكن من متابعة اللعب؟ لن يرد علي إذا ما منعته. ففريق المجد بحاجة إلى ماجد، فمن دونه لن يتمكن من تحقيق الانتصار الثالث. أليس كذلك يا ماجد؟ بالطبع. ولكن لقد دمرت كتفك، وهذا إسعاف أولي فقط. أما إذا لعبت بعنف ثانية فقد تخلع كتفك، وعندها لن أسمح لك باللعب لفترة طويلة من الزمن. يجب أن تهتم بنفسك جيدا يا كابتن ماجد. حاضر. شكرا جزيلا أيها الدكتور.
كيف حالك يا كابتن؟ نعم أنا بخير، سأعود للعب. ماجد أرجوك كن حذرا. ماجد تعادلا بهدفين. هل أنت بخير يا ماجد؟ خالد لقد هزمنا الأخوين شوقي هذه المرة بنفس الضربة. أتقصد ضربة الإعصار لكل الاتجاهات يا خالد؟ وبدأ اللعب. الكرة الآن مع المجد، ولكن الحنان يقطع تمريراتهم بسهولة. تفعلون؟ لن نحتاج إلى ضربة الإعصار الآن. دعونا نقلب المباراة لصالحنا. هيا حسنا. إن فريق المجد لا يلفت الأنظار من دون ماجد. لم يبقى الكثير من الوقت، وهدف فريق الحنان عدل النتيجة. ماجد لقد ظهر ماجد على أرض الملعب بعد أن تلقى الإسعافات الأولية. عاد ماجد. اللعبة الآن أصبحت لعبتنا. تبا لقد عاد ماجد. بالفعل هذا هو. ماجد. وتستمر المباراة. ماجد يقف إلى جانب الحكم في انتظار أن يدخل إلى الملعب ويتابع مع المجد الذي يلعب الآن ب10 لاعبين فقط. ضربة إعصار جديدة سنقلب بها المباراة قبل عودة ماجد. يقوم الأخوان شوقي الآن بضربة الإعصار. لا تدع الكرة تهدأ أمام المرمى. يحاول لاعبو المجد مراقبة رضا الذي يحتفظ بالكرة. رضا يضرب الكرة إلى الخلف. نايف يسددها باتجاه مرمى المجد. انتبهوا! أليس هناك طريقة للدفاع عن المجد؟ هنا يا منير. سأبدأ بضربة الإعصار. لقد نجح بالقفزة. إنهم لا يستطيعون القفز. لقد سقط منير أرضا وفشلت ضربة الإعصار، وها هي الكرة تجتاز خط الجزاء. أنور، منير. تبا عضلاتي. يبدو أن عضلات أرجلهما تشنجت. أتساءل ما إذا كان أنور ومنير بخير. إعصار المحيط حركة رائعة تناسب الحجم الصغير للأخوين شوقي، ولكن تكرار الركلة يؤلم قدميهما كثيرا، لذا يجب تحديد الضربات. ماذا حدث للأخوين شوقي؟ لقد فشلا. ماذا حدث؟ خرجت الكرة خارج خط الجزاء، ويستطيع الآن الكابتن ماجد أن يدخل الملعب ويعود إلى اللعب ثانية. ماجد. ماجد، لقد عاد ماجد. هيا يا ماجد. هل كتفك بخير؟ بخير وآسف للإزعاج. نحن الذين نزعجك. لقد أصبحنا متعادلين معهم. لقد سمعت النتيجة من خالد. نحن الآن متعادلون فقط، وهذا لن يثبت من عزيمتنا. لتكن لدينا روح المواجهة والشجاعة. ماجد، إذا وصلوا إلينا سنردهم على أعقابهم لنلعب بالقوة نفسها التي لعبنا فيها في الشوط الأول. حسنا، ماجد على حق. ولن يستعملوا ضربة الإعصار مرة أخرى. هيا نحاول جهدنا بما أن ماجد قد عاد. حسنا يا عمر. لنكن صادقين، فنحن لن نستطيع استعمال ضربة الإعصار إلا مرة واحدة في المباراة. ماذا؟
وإلى أن تشفى قدميكما سنستمر في الدفاع. ما رأيك يا منير؟ حسنا، هيا بنا. ويبدأ اللعب بضربة من مرمى المجد. وعاد عدد لاعبي فريق المجد 11 لاعبا مرة أخرى. ترى كيف سيهاجمون؟ المجد يمرر الكرة إلى ماجد، إنه الوحيد الذي يستطيع لم شمل الفريق. ماجد، ترى كيف هي إصابتك يا ماجد؟ يجب أن تتغير النتيجة، وبما أنني لا أستطيع أن أهاجم بعنف، إذا يجب أن أبقى في الوسط وأركز على صنع التمريرات وليسجل الآخرون الأهداف. تمريرة طويلة إلى كمال. سيواجه الأخوان شوقي من فريق الحنان الهدافين حسام وكمال من المجد، وهذا يعني أن الأخوين شوقي يهاجمان وسائر لاعبي الحنان يشكلون جبهة دفاع. هذه خطتهم الجديدة بعد عودة ماجد إلى الملعب مرة أخرى. الحنان ينتظر حتى تشفى أقدام الأخوين شوقي. كمال وحسام تحت المراقبة في هجوم الوسط، فما هي الطريقة الآن لتسجيل الأهداف؟ ماجد يتجاوز لاعبي الحنان. أليس هناك من طريقة لأصل إلى المرمى؟ كمال وحسام لا يستطيعا ذلك، إذن الطريقة الوحيدة تمريرة طويلة والضربة الصاعقة. ماجد في وضعية التسديد. انظر، إن ماجد يضرب ضربته الصاعقة. ماذا؟ يسدد ماجد ضربته الطويلة إلى حائط دفاع الحنان. وها هي ضربة الصاعقة. التقط له صورة بسرعة. ماجد بكل ما أوتي بالقوة. الكرة تمر فوق حائط الدفاع وليس للاعبين حيلة في ردها. إن لهذه الضربة قوة موجهة. سوف تدخل المرمى. هي تسقط أمام المرمى. يا لقد ارتطمت بالدعامة. تبا، ضاعت. لقد قطعت الكرة خط الجزاء. كاد أن يسجل هدفا. إنها الضربة ذاتها التي أداها في مباراته مع فريق مدرسة الشعلة المتوسطة. يا للحظ، لم أتمكن من توجيهها بدقة. كادت أن تدخل يا ماجد. كتفي وقدمي. إذا أنت تتقن الضربة الصاعقة يا ماجد. ما عليك إلا أن تنتظرني حتى المباراة النهائية، وعندئذ سأحطمك بضربة المنقضة التي لا يعرفها أحد سواي. سأحقق حلم المواجهة معك. وفي الملعب ما يزال الفرح متقدما وليست هناك فرصة أمام المستقبل. لا تطمئنوا لهم إن كنتم متقدمين بالأهداف عليهم. أنت على حق يا رعد. يجب أن نبذل قصارى جهدنا ونحافظ على تقدمنا على الأقل حتى عودة بسام للملعب. هدف آخر للفرح. على الرغم من تقدمهم إلا أنهم لم يوقفوا الهجوم. جيد أنكم متقدمون من دون بسام. كانت هذه طريقتي لتعرفوا بأنكم لستم بحاجته، ولتعرفوا أن هناك مديرا واحدا في فريق الفرح. لم ينجح هدف ماجد، وما زالت النتيجة التعادل لكلا الفريقين.
الحنان يركز على الدفاع. ترى كيف ستجري المباراة، وهل سيحافظ المجد على التعادل لعدم وجود فرصة أمامه؟ ماذا أفعل؟ فالوقت يمضي مسرعا. يجب أن أستعمل ضربة أخرى غير الضربة الصاعقة. يجب أن أفعل شيئا ما وأسجل هدفا لفريق المجد. لا بد من تغيير النتيجة. أنور، سنبدأ الآن. حسنا. ترك الأخوان شوقي مراقبة كمال وناصر. والكرة ما زالت مع أنور. يتقدمون قبل أن نبدأ محاولتنا. تبدو ساقك بخير يا كابتن ماجد. هيا بنا نبدأ. إنها فرصتنا الأخيرة يا أنور. هاي ارجع. ترى هل سيجرب الأخوان شوقي ضربة الإعصار التي سبق وفشلت؟ يبدو أن لاعبي الحنان سيجمعون طاقاتهم من جديد. سندعم ضربة الأخوين شوقي البهلوانية. ويتحرك الأخوان شوقي باتجاه منطقة الجزاء، والكرة مع لاعبي الحنان. لنقفز يا عصام إلى عارضة المرمى، فليس أمامنا طريقة أخرى. هيا. لننتبه إلى ارتفاع الكرة. هيا بنا الآن يا أنور. مرة أخرى الكرة منخفضة. الكرة منخفضة للمرة الثانية. ضربة الإعصار من جديد. ماجد، ضربة الإعصار الأخيرة. إذا كانت منخفضة فسأتمكن منها. ماجد يقفز مستندا على الدعامة. الآن. إنهما يقفزان وبنفس الوقت، ولكن ماجد لم يتمكن من الوصول إلى الكرة بسبب سرعته الضعيفة. لقد تمكنت منها. ماجد يقفز مرتين، أولا على دعامة المرمى ثم على الأرض. دافع ماجد الكرة ولم يتمكن الحنان من إحراز هدفه. لقد عرقل ماجد ضربة الإعصار باستغلاله قوة الدوران للخلف. يحيى ماجد، يحيى ماجد. تبا. حركة رائعة. أرأيتم أيها الأخوان، لم تنجح ضربتكما مع المجد، وإذا حاولتم ثانية فستؤلمون أقدامكما. تعال يا أنور. لم يكن التوقيت صحيحا. هل أنت بخير؟ ماذاك يا أنور؟ عليك أن تبدو قويا لنهزم المجد. لقد بذل جهدا كبيرا يا منير. لسنا الوحيدين الذين نبذل جهدنا يا أنور. هناك ماجد والذين نحاول هزيمتهم من منافسين. هناك ياسين من فريق الفؤاد وبسام من فريق الفرح، هما أيضا يحاولان جهدهما كي ينالا البطولة. هيا قف يا أنور. حسنا يا منير، هيا إلى التمرين. أنا مستعد. حسنا. لقد طورنا ضربة الإعصار كي نهزم المجد، ولكنها لم تنجح. لن نتمكن من إدخال الكرة. منير، لا يمكننا أن نهزم ماجد بضربتنا هذه يا أخي. لا تقل هذا. ويبدأ اللعب الآن، ويبدو الحنان يائسا. هناك فرصة أخرى. لا تستسلم يا حنان. لا يمكنك أن تستعمل ضربة الإعصار بعد الآن. ارمي الكرة إلى هنا. لكن لاعبي المجد بقربك. لا تبالي، اضربها. ويرمي تامر الكرة إلى أنور ومنير اللذين ينطلقان باتجاه مرمى المجد. حاول يا منير تجربة الضربة. لابد أنهما ينويان فعل شيء. تعال يا أنور. حسنا يا أخي. بما أن ضربة الإعصار تسبب ضغطا قويا
ثنائيا على الأقدام، لا يمكننا إعادتها سوى بضع مرات. لهذا السبب تمرنا بشكل سري على ضربة أخرى سنقوم بها الآن. إنها ليست متكاملة كضربة ماجد المنزلقة، ولكنها الضربة الثنائية الأولى، وسر نجاحها أنها تؤدى بلاعبين اثنين. سيقوم الأخوان شوقي بضربة ثنائية مع بعضهما.